السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطبليتنا النهارده فيها قرنبيط. ايوه قرنبيط، هو مش موجود. احنا ما بنغلبش، بنفرزه طبعا، وقت ما نحب ناكله بنعمله. ومقاديرنا النهارده بسيطه وسهله، ومعانا دقيق وفيجيتار. ايوه فيجيتار عشان يطعم القرنبيط وهيخليه كانه بياكلوا بانيه بالظبط، وهيعجب ولادكم جدا. ونشا عشان النشا هتديله قرمشه. وكزبره خضراء وثوم وبضايه والبهارات السبعه والملح والكمون والفلفل ورش وكزبره. ومعانا توم باودر وبصل باودر. والبطل بتاعنا النهارده هو بيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا مهم جدا وضروري عشان هيخلي القرنبيط بدل ما هو متفرز هيخليه فريش. وهتشوفي دلوقتي بنفسك ازاي هيبقى طازه. وفي بوله هنحط الدقيق والفيجيتار والنشا والفلفل والكمون والبهارات السبع والملح والثوم البودر والبصل البودر والكاري او الكركم على حسب ما تحبي. ونبدأ نحط المية ونزود المية كده حبة حبة لغاية ما نشوف السمك بتاعها لا يكون لا تقيل ولا خفيف، بحيث ان ايه لو خفيف القرنبيط مش هيتشرب الخلطة، ولو تقيل هتبقى طبقة سميكة قوي على القرنبيط ولاد مش هيحبوه. لكن هي ايه الوسط بتبقى دايما في كل حاجة وسط، فبتخليها كده مظبوطة. وهنضيف بضاية الاول هنختبرها، وبعد كده هنحطها على الخلطة ونقلب كويس جدا عشان البيضة تمتزج بالخليط. وبعد ما هنحط البيضة هنجيب فص الثوم ونضيفه. والثوم دوت حسب الرغبة، بس انا بحب اضيف ثوم فريش مع الثوم البودر، بيطعم القرنبيط، بيديله طعم كده حلو. والكزبرة الخضراء ممكن كزبرة مع شبت، بس انا بفضل الكزبرة، بس بحب الكزبرة لوحدها. ونحط البطل بتاعنا بقى، هي معلقة منه واحدة، هو دوت اللي هيخلي القرنبيط فريش. ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نروح على البوتاجاز عشان اوريكم ازاي هيبقى فريش. وادي في الطاسة هنحط زيت، وهنحط القرنبيط نحطه من الخلطة للزيت، وهكذا نفضل ايه نحط من الخلطة على الزيت. وبصوا حتى هو لسه في بدايته بدأ ان يظهر ويبقى زي الفريش بالظبط اهو. تشوفوا حجمه تزايد ازاي، بقى زي الفريش بالظبط. ونفضل نحمره نحمر ونقلبه شمال ويمين على الجنبين قصدي، لغاية ما يبقى اللون الذهبي اللي احنا بنحبه. هيديك اللون الذهبي ده يبقى خطير جدا. ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، واللهم اجعل لنا من قبل الخاطئ نصيب يا رب العالمين. شايفين عمل ازاي اهو؟ كله قدامكم على الطبيعة عشان تعرفوا التكات البسيطة اللي بنعملها دي بتفرق معانا في الطعم وفي كل حاجة. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.